أهلا بعزيزي المشاهد. تفتكر في طائر شكله كوميدي لكنه حقيقته مرعبة؟ طائر منقاره أكبر من راسه، صوته زي ضرب النار، ويقدر ياكل تمساح صغير. تعال هحكي لك ونشوف مع بعض عظمة الخالق سبحانه وتعالى في طائر أبو مركوب. أيوة، اسمه زي ما حضرتك سمعت كده بالظبط. سموه كده عشان منقاره بيشبه الحذاء، وفي اللي بيسميه أبو حذاء، وفي اللي بيسموه راس الحوت. اسمه بالإنجليزي شيبل ستورك. طائر أبو مركوب واخد صفاته من 3 طيور تانية، والعلماء محتارين يصنفوه تبع إيه بالظبط. يقف مثل طائر اللقلق، جناحاته زي البجع، وبيصطاد زي طائر مالك الحزين. العلماء قال لك خلاص هنخليه نوع لوحده، وده فعلا اللي حصل. أبو مركوب هو النوع الوحيد في فصيلته، مونوتيبيك فاميلي. أبو مركوب بيعيش في رواندا، أوغندا، زامبيا، جنوب السودان. الطائر ده شكله عملاق، اسمع كده الأرقام دي: طوله بيوصل لمتر وعشرين سنتي، جناحاته لاتنين متر وتلاتين سنتي، وزنه من 4 ل7 كيلو. المنقار لوحده بيوصل ل22 سنتي، وده تالت أكبر منقار في العالم. الطائر ده ممكن ياكل أي حاجة تقريبا. شوف المنيو بتاعه كده: سمك ماشي، برمائيات ماشي، زواحف، تعابين، فئران، طيور صغيرة، وكمان صغار التماسيح. ربنا سبحانه وتعالى أعطى الطائر ده صبر رهيب في الصيد. ممكن يفضل بالساعات واقف من غير ما يتحرك ولا حركة لحد ما هوب يقتنص الفريسة. الطائر ده من كتر ما بيقف في ثبات بيسموه الطائر المتجمد. طائر أبو مركوب في الجو الحر في ميزة غريبة قوي. عشان يبرد جسمه بيعمل حاجتين أغرب من بعض. الحاجة الأولى اسمها الرفرفة الحلقية، جولر فلاترينج. بيفتح منقاره على الآخر، بيطلع الحلق بالعمود الفقري لبره، ويهز عضلات الحلق بسرعة، فالجزء ده يتعرض للهواء وبالتالي درجة حرارته تنزل. الحاجة التانية والأغرب إنه بيتبول على رجليه، فلما السائل ده يتبخر من على رجليه درجة حرارة رجليه هتقل، وبالتالي الدم اللي ماشي في رجليه درجة حرارته هتقل، وبالتالي يمشي في جسمه كله ويبرد جسمه كله. أبو مركوب طائر انفرادي، بيجتمع مع واحدة بس من نوعه في وقت الجفاف، لأن الفيضان بيبوظ الأعشاش. الأنثى بتبيض من 1 ل3 بيضات، وبعد 30 يوم بيتم الفأس. لكن المشكلة إن المنافسة ما بين الأفراخ الصغيرة دي منافسة قاتلة. أقواهم هو بس اللي هيكمل، والباقي غالبا بيموت. الطائر ده بيعيش حوالي 35 سنة في البرية، وفي المحميات بيوصل تقريبا ل50 سنة. طائر أبو مركوب مش مجرد طائر غريب، ده صفحة من صفحات عظمة الخالق. تصميم دقيق، قوة، وهدوء قاتل. لو فكرت تروح أفريقيا في يوم وشفته واقف قدامك ثابت زي التمثال، اعرف إنك قدام واحد من أنظر وأعظم طيور الأرض. فسبحان الخالق الوهاب. تحياتي دكتور المنتصر بالله، طبيب المزرعة.